بسم الله نبدأ. بيدخل لينج سي غرفة المراقبة وينيم الحراس اللي هناك شوية. قلب الأم بقى راجع كل الكاميرات وما وصلش المكان أختها، بيخمن إنها في القسم الداخلي، بس الحراس اتكتروا عليه وضربوا جرس الإنذار، فبيقابلها هي كمان مجموعة من الحراس، ولما بيتكتروا عليها بتضطر تستخدم تعاويذ نارية، بس واضح إنها زودتها حبتين. بيظهر حارس موجه مسدسه ناحية تاليس، بس قبل ما يضربها بلحظة بينقذها لينج سي بسرعته ويقول لها خدي بالك احنا مش في اللعبة. بعد كده بيروحوا السجن التالت، والكويس في الموضوع انه ما بيطلعش كبير قوي، وبعد ما بيخلصوا على الحراس بيشقوا طريقهم لأكتر قسم حساس في المكان. بس مع الوقت القسم دخل حالة تأهب قصوى، بيقعدوا يدوروا على أختها في كل الزنازين لحد ما أخيرا بيلاقوها. بيحاولوا يكسروا القضبان لكن بيكتشفوا إنها معمولة بمواد مخصوصة صعب تدميرها. لينكسي بيضطر يستدعي فارس المجد، بيطلب منه إنه يفتح الزنزانة. بيقوم تاني القضبان بقوة إيديه لحد ما بقى ينفع إنهم يعدوا منها. حتى لينكسي بيتفاجئ من قوة وذكاء فارس المجد، وبيسأل نفسه يا ترى ينفع يتطور ويبقى أقوى؟ لما أرجع اللعبة هشوف الحوار ده. تلس بتدخل تجيب أختها بس بتلاقيها مجرد دمية، وبيكتشفوا إنهم أصلا وقعوا في فخ. بيلاقوا قائد حرس السجن الثالث واقف لهم ورابط اختها بسلسله، وبيقول لهم معقوله قدرتوا تكسروا القضبان دي؟ ما فيش حاجه تاثر فيها غير المدافع، وواضح انك قدرتي تلاقي حد مستواه مذهل يساعدك. بيبقى واضح انهم مراقبينهم من بدري اصلا، وكمان كاشفين تحركاتهم. بنشوف وراه 3 جنود مدرعين من المشهورين بالمهارات الدفاعيه العاليه. قائد الحرس بيؤمر الجنود المدرعين انهم يتحركوا. تيليس بتقول للينج سي اهرب انت وكفايه ان انت وصلتني لحد هنا. قال لها ده على اساس ان هروبي يعني بقى سهل دلوقتي، ما انا خلاص اتورطت معاكي واللي كان، بس ما تنسيش انت مديونالي بطلب لما نخرج من هنا. قالت له يعني خلاص ده وقته نخرج بس يا عم وقول يا رب. لينج سي بيبدا يحضر السيف العظيم وبيقول لتيليس خد اختك واخلعي من هنا خلال دقيقه. انا كنت ناوي استخدم المهاره دي في اللعبه علشان استوعبها وافهمها اكتر، بس ما باليد حيلة، أنا هجربها في الواقع الأول. قائد الحرس بيقول إيه ده؟ معقول قادر يستدعي سلاح بالحجم ده؟ الجنود المدرعين بيبدأوا يهاجموه، فبيقول لتيلس سيبيهم لي وخدي أختك واهربي، وهنتقابل إن شاء الله بره أو في الجنة. طارت ناحية أختها وكسرت السلسلة اللي مربوطة بيها بتعويذة نار، وقالت لها اهربي يا مجاهد. قائد الحرس قال لها واضح إني قللت من شأنك بزيادة. هي خدتها وجريت، واختها بتقول لها ايه اللي جابك هنا؟ اللي انت بتعمليه ده خطر جدا. قالت لها خلينا بس نخرج الاول وبعدين نتفاهم. قائد الحرس مش سايبهم وبيجري وراهم، وبيطلع شبح قوي ومستيقظ هو كمان، وبيقول لها هو دخول الحمام زي خروجه يا قطه انت وهي ولا ايه؟ ده انا هعمل منكم بطاطس محمره. انا عمري ما حد قدر يهرب مني طول فتره خدمتي. بيسحب اختها من السلسله وبيظهر عليها هاله تعزيز علشان تلس ما تقدرش تكسرها تاني. اما لينج سي قدام الجنود المدرعين ومعاه استدعاء السيف العظيم، واقف وبيمتص هجماتهم كلها وبيديهم تهويشه بالسيف، فبيروحوا في خبر كان كلهم. لينج سي بيقول السيف ده طلع اقوى من توقعاتي بكتير، انا لازم اجربه كتير في اللعبه ولازم افهم كل امكانياته كويس جدا. تلس واقفه تشتم في قائد الحرس وهو ماسك اختها، وبعدين بتحاول تهجم عليه بيصدها بسهوله. بيعرف انها مش قويه كفايه علشان تواجهه، فبيقول لها ابلعي ريقك كده يا ست حلويات ونزلي كتافك، اهدي لو عايزه تفضلي عايشه. بعد كده بيستغل السلاسل المدعومه ويهاجمها بيها. تلس بتعمل الحاجز المحترق علشان تحمي نفسها، بس متضايقه انها مش قادره تستخدم كل قدراتها في اللعبه هنا، محتاجه تشتغل على نفسها كتير قوي. وهو واقف يتنمر عليها وبيلاقي لينج سي بيهجم عليه من ظهره، وبيستخدم تقنيه اختفاء الروح الشريره، بس بيطلع ابن لذينه قوي عنده تحسين عقلي ومش هيتخدع بسهوله، وبيقول له مهارات التخويف دي ما بتاكلش معايا. لينج سي بيقف ويقول له مش مهم انا خلاص خدت اللي عايزه. اتاريه كسر السلسله وخد البت منه من غير ما يحس. قال له يا ابن اللعيبه انت عارف عواقب اللي بتعمله ده ايه؟ قال له ما يهمنيش. ساعتها تليفون قائد الحرس رن، وبعد ما رد قال للينج سي وهو متغاظ جدا دقيقه واحده وما اشوفش حد منكم قدامي. فعلا بيمشوا ومحدش بيتعرض لهم، وواضح ان جات لهم كده اوامر من فوق خالص انه يسيبهم يمشي. بيكشف لينج سي وشه ويقول لتيلس انا همشي دلوقتي وعايز اشوفك في اجتماعنا في اللعبه.
اختها عرفته لما كشف وشه وقالت له ايه ده، هو انت بتقتل القتيل ياض وتمشي في جنازته. تيليس قالت لها هشرح لك كل حاجه بس بعدين، تعالي بس نخرج من هنا الاول. لينجسي بيجي له رسائل على تليفونه بتقول له اتبسطت في السجن، عايزك بقى تعدي عليا في البيت دلوقتي. الرساله دي كانت من الجنرال الثالث للقوات البريه. فعلا لينجسي عدى عليه وقعدوا في مكتبه وساله انت اللي اتصلت بمأمور السجن؟ قال له انا الخبر جالي اول ما انت دخلت من الباب الرئيسي، واضح انك ما قدرتش حجم المخابرات العسكريه كويس. احمد ربنا ان الموضوع ده حصل في منطقتي، لو كان حد تاني ما كانش عداها لك. مهما كنت قوي مش هتهرب من مطاردة الجيش، على الاقل حبايبك هم اللي هيدفعوا الثمن. سأله طب انت ساعدتني ليه؟ قال له عشان محتاج لك قوي الفترة اللي جاية. شفت انا صريح ازاي؟ جيش المتمردين ده مش شاغلني خالص، لكن مستيقظ امكانياته غير محدودة زيك لازم نخدمه بعينينا. قال له انا مهم يعني للدرجة دي؟ طب ليه انا بالذات فهمني؟ اكيد الجيش استعان بمستيقظين اقوياء كتير. قال له كل اللي عايزك تعرفه ان انت ليك اهمية استراتيجية كبيرة جدا عندنا، وعايزينك تركز في انك تكون اقوى، بس برضه لازم تفكر مرتين قبل ما ترتكب فعل متهور زي اللي انت نيلته ده ضد الجيش. من هنا ورايح ركز في افعالك. لعبة الارض السماوية والمستيقظين مش موجودين كده وخلاص، لا، دول ليهم اسباب معقدة جدا. تقدر تمشي دلوقتي، وقريب قوي هتفهم احنا محتاجينك تكون اقوى ليه. بيرجع البيت وهو بيفكر في كلام الجنرال وبيلاقي جده عامل وجبة عشاء، انما ايه، لوز اللوز. وقال له ان في حد لابس طاقية عدى عليه وقال له نجهز نفسنا علشان ننقل البيت الجديد. بتجيله رسالة من تيليس بتشكره، بتقول له كده ليك عندي واحدة، واي حاجة اقدر اعملها هعملها لك فورا. بعد كده قال دلوقتي انا لازم اركز في اللعبة واحاول اكون اقوى واقوى وافهم مهارات شارة المجد كويس. بيدخل اللعبة تاني، بيراجع مستويات اللعيبة وبيلاقي أعلى مستوى في اللعبة حاليا 62، ولسه لينج سي في المستوى 42. قال ما قداميش غير مكان واحد ألجأ له، ولازم أرفع مستوايا بسرعة جنونية، ولو إني ما كنتش عايز أروح برج التدريب المكون من 100 دور. ده برج معمول للعيبة اللي تحت المستوى 60 وبيدخلوه. بتخلص دور دور من الأول لل100، ولو مت في دور هتبدأ من الأول تاني. كل دور فيه وحوش مختلفة. أنا دلوقتي محتاج مكان فيه وحوش كتير عشان أجرب مهاراتي وأطور من نفسي، ولازم أكتسب نقاط خبرة ترفع مستوايا، وكمان في مكافآت مميزة جدا. كل ما أطلع دور هكسب حاجة أكبر. وبيوصل لينج سي وطبعا بيختار إنه يلعب فردي عشان نقاط الخبرة ما تتوزعش على كذا واحد. اللعيبة اللي واقفة لما بيشوفوه بيختار يلعب فردي بيبدأوا يتريقوا عليه، لأن الصعوبة بعد الدور ال20 بتبقى شبه مستحيلة. حتى الفرق أعلى دور وصلوا له كان 68. بيدخل لينج سي وهو كله حماس على الآخر إنه يكسر الرقم القياسي، وفي الدور الأول بيقابل وحش العشب والمطلوب يقتل 300 في ساعتين، وده وحش نباتي نايتي خالص. أول ما لينج سي بيلمسه بظهر الخنجر بيموت على طول. النباتي قال كله لحمة يا جدعان واتغذوا. ولما عددهم بيزيد حواليه شارة المجد بتنور وتفعل المهارة السلبية نعمة الملك العملاق، ودي بتعمل حماية حواليه، وأي وحش يقرب منه مسافة متر هيتصاب بكمية ضرر حسب مستوى اللاعب وإحصائياته، وكمان هتترقى بعد قتل 10,000 وحش. وطبعا عشان الوحوش في الدور الأول ضعيفة فكان ضرر المهارة دي لوحده بيقتلها، وعشان كده لينج سي حط إيده في جيبه واتمشى بس وسطيهم، وهم كانوا بيسقطوا من حواليه زي الدبان. ومن الفضا اللي هو فيه طلع لايف يكلم الناس اللي كانوا بيتريقوا عليه على المدخل، وبيلاقيهم محتاسين في الوحوش الضعيفة دي. واحد منهم اتحمق قوي وبعت له طلب مبارزه، بس لينج سي قال له مش مستاهله مبارزه، خلينا نشوف مين فينا هيطلع البرج اسرع. ويا سلام بقى لو هفكوا الشوق انا بقى مستنيكوا فوق. وطبعا كسر الرقم القياسي للدور الاول، ورغم انه اخذ مكافاه لكن مش كفايه ابدا لرفع مستواه، يعني كانك بتملى خزان بفنجان. في الدور الثاني بيلاقي شاب حليوه كده بيقول له ايه قد السرعه دي، انا كنت مراقبك من ساعه ما دخلت الدور الاول، انت عيل خطير. قعد يتكلم مع لينج سي بود شديد، وطلع هو كمان بيلعب فردي، وقال للينج سي يلا نطلع الدور الثاني سوا. في الدور الثاني في وحش ذئب الدم المفروض يقتل منه 500 في ساعتين، ورغم ان صحة الوحش ده ضعف الدور الاول بس لسه ضرر الدرع بتاعه كفاية انه يقتلهم. احنا طبعا فاهمين قوة الدرع بتعتمد على احصائيات اللاعب، فمعنى كده ان الوحوش القريبة من مستواه او اعلى مش هيتأثروا بيه، بس هي وفرت عليه مجهود على الفاضي في مستويات عبيطة زي دي. كمان كسر رقم قياسي للدور الثاني، واول ما بيطلع الدور الثالث
بيلاقي الشاب ده جاي وراه وبيقول له برضه سبقتني يا ابن اللعيبه قوي، انا بقى هحاول اسبقك ايه الدور اللي جاي. لينج سي استغرب ازاي الواد ده كان تقريبا في نفس سرعته. بيجي اشعار ان في وحش كبير ظهر في الدور العاشر بشكل عشوائي، واللي هيقتله هياخد مكافآت اضافيه. لينج سي قال يلا بسرعه عشان اشوفك بقى في الدور العاشر. في الادوار اللي بعد كده برضه الدرع الساعد لينج سي ينجزها بسرعه، والدور التاسع مستواه رفع مستوى واحد. ولما وصل الدور العاشر لقى لعيبه كتير ملمومه على الوحش العملاق اللي ظهر بقوه وبيحاولوا كلهم معاه يقتلوه. لينج سي معاه هجمات متراكمه كتير جدا من الادوار اللي قبل كده، فممكن يخلص على الوحش بضربه واحده، خصوصا ان دمه خلاص بيشطب. بدأ لينج سي هجمته، بس قبل ما يوصل للوحش لقى حد تاني وصل له ضربه قاضيه قبله. هو الشاب اياه. وقال للينج سي ايه ده قابلنا تاني اهو يا حدق، انت واحد من المرشحين لاشاره المجد صح يا برنس؟ لينج سي بيقول ايه ده الواد ده طلع لي في البخت النهارده ولا ايه؟ اشاره المجد هو انت كمان مرشح لها زيي؟ ساله لينج سي قال له انا واحد من الثلاثه اللي مترشحين لاشاره المجد. اكيد انت عارف اننا ثلاثه وواحد بس هو اللي هيوصل للقمه، انا جاي اسحب حقك في الترشيح. لينج سي قال له وماله، انت وفرت عليا ان ادور عليك كتير، بقول لك ايه وريني نفسك. الواد بنظره بريئه قال له يا عم هو انا قلت ان انا عايز اقاتلك ولا حاجه؟ ما تهدي اعضائك بقى، خلينا نعمل حاجه ممتعه، نتراهن على اللي يوصل للدور ال21 الاول، والخسران يتنازل عن ترشيحه لاشاره المجد. جاي ولا الدور الجاي؟ لينج سي اول ما شاف نظره استصغار من الواد ضحك وقال له من زمان قوي محدش بصلي البصه دي، بقول لك ايه اسمع بقى الكلام اللي بيحبل، الخسران هيمضي عقد عبوديه ويخدم الفايز بقيه حياته، ايه رايك ولا هجيب ورا؟ قال له هو ده الكلام كده بقى يا معلم، اللعب يحلو، الخسران هيتنازل عن ترشيحه ويخدم الفائز، يلا بينا يا برنس. بيبتدوا يتنافسوا دور ورا دور، ولينج سي مش ناسي نظره الاستصغار اللي الواد بصها له، وبيقول انا لا يمكن اسمح لحد انه يبص لي البصه دي مره تانية ابدا، انا هقبل اي تحدي مهما كان، ده بيزود عندي المتعه والادرينالين لاعلى الحدود، ولو ما قدرتش اتحدى عيل زي ده دلوقتي ازاي اصلا هوصل لهدفي الكبير؟ انا مش داخل رهان مع الواد ده، لا انا بتحدى نفسي علشان ابقى اقوى. وفضل لينج سي يحطم الارقام القياسيه في كل دور، وتحول لوحش مفيش حاجه بتقف قدامه، ووصل للدور ال21. بس الغريب ان الواد التاني وصل معاه في نفس اللحظه، وكده بينهم تعادل. لينج سي قال يبقى لازم نقاتل بعض علشان نحدد الفائز. الواد وافق، ولينج سي بدأها جد قوي، استدعى فارس المجد ومعاهم الجنود الطيفيين وناوي ما يتساهلش مع الواد خالص، لكن بيلاقيه بيهاجمه بعنصر الرعد. بيصده لينج سي بالنار ويقول له يا ابن اللذينه ده انت طلعت شقي قوي، بس لو على الرعد هعمل لك زعبيب امشير حالا والله. وراح ضربه بالرعد هو كمان، واستخدم تسارع الوقت عشان يكمل عليه، بس لقاه استوعب تسارع الوقت وبيهرب من ضربته في جزء من الثانيه. بيقف على الارض ويقول له شكلي هستعين بصديق انا كمان، وعمل استدعاء للعنقاء المجيد. فارس المجد بيقول للينج سي العنقاء ده قدرته مساويه لقدراتي، فسأله طب حاليا مين فيكم اقوى؟ قال له دلوقتي انا لسه ما اتطورتش، فهو اقوى مني عشان بيقدر انه يطير. الحلو في الموضوع ان لينج سي فهم ان الفارس ممكن يتطور، وقال ده انا هبقى استفهم منه ازاي يتطور لما اتخلص من الواد ده. الواد بيقول للينج سي انا وصلت المستوى 50 من كام يوم، تسمح لي اسال انت في المستوى كام؟ قال له 43. قال له حلو قوي، حتى بعد ما عرفت فرق المستوى ما بيننا لسه مش خايف، بس سامحني انا مضطر اغلبك النهارده. وراح عامل مهاره استثنائيه اسمها احتواء الاستدعاء الرعدي. والفارس قال للينج سي سيب لنا العنقاء، وخد معاه الجنود الطيفيين وبدا يهاجم. الواد قال وماله خلي الجو يصفى لنا احنا، وبيبدا يهاجم لينج سي بسيفه المدعوم بعنصر الرعد اللي بيديله ميزه السرعه العنيفه. وبيقول للينج سي انت حته لص ما تقدرش تقف قدام هجمات محارب زيي. بيهرب لينج سي من ضرباته ويقول في نفسه فعلا لو كنت لص بمستوى متوسط ما كنتش هعرف المسه حتى. وراح مهاجمه بعنصر الميه وحاول يخنقه وسطها. الواد جوه الميه عمال يقول بؤبؤ بؤبؤ بؤبؤ، وفجاه طلع منها وقال له ضحكت عليك، احتواء الاستدعاء الرعدي بيديني حمايه ضد التعاويذ يا فالح، وكمان بيعزز كل الهجمات بالرعد، واللي بيزود كمان ضرر اضافي بالبرق ويشل العدو. وراح حابس لينج سي في سجن الرعد المسبب للشلل. قدر يسكت لينج سي ويشله لمده ثانيه. حاول يستغل الحاله دي ويضربه بتنين الرعد،
بس لينج سي استغل الوقت المستقطع علشان يخفف ضرر الهجوم، بس طبعا وصل له الهجوم وطير ربع دمه. بيعرف لينج سي انه مش قدام خصم سهل ابدا. بنشوف فارس المجد بيهرب من هجوم العنقاء وبيوجه له ضربة قوية بسيفه بيصرفه بيها. أما لينج سي تحت تأثير الشلل وهجمات الرعد فقد نص دمه لحد ما تأثير الشلل راح. الواد جاي يهجم عليه من وراه، راح مفعل اختفاء الأرواح الشريرة وجه من وراه وقال له اخبط دي. بس الواد قال له خلينا نشوف ضربات مين أقوى بعد ما أنا استنسخت المهاجم بتاعك. لينج سي استغرب إزاي قدر ينسخ ضرر المهاجم بتاعه، ده عزز قوته بقوة الفارس المجيد. أحيه، الواد ضحك وقال له تخمينك صح، الفارس بتاعك ملوش حل، بس كويس انك لقطت الموضوع بسرعه لانك لو خدت الهجوم كامل كان زمانك الخادم بتاعي دلوقتي. لينج سي اتضرر جامد ودمه فاضل فيه شرطه واحده، بس لان الواد استخدم مهارات لينج سي ضده، لينج سي وقف على رجله وقال له لسه بدري قوي عشان نعرف مين هيخدم التاني، والفارس المجيد مش اقوى مهاره عندي. قال له قصدك ايه؟ المهاره اللي دمرت بيها البوابه؟ انت كنت مستني وقت التهدئه يخلص كل ده؟ قال له جدع، انا بقى هجرب عليك الهجوم ده. استدعى السيف العظيم. الواد اتشل مكانه من تأثير جلالة الملك عليه ونزل عليه بضربة مدمر الأرض اللي بتقضي عليه في لحظة. وبيقف قدامه لينج سي ويقول له ها، خسرت يا حلو، مع انك كان فاضل تكة وتغلبني، بس لو انت بادرت بالهجوم كان زمانك انت الفايز، فاهم يا عبدي يا حقير؟ وبكده لينج سي سحب منه حق الترشح لشارة المجد وخد كمية مكافآت مش طبيعية واترفع 6 مستويات دفعة واحدة. والنظام اداله اختيار انه يسحب منه مهارة استدعاء العنقاء ومحاكاة الضرر، بس لينج سي قرر يسيبهم له. الواد استغرب جدا مع انه كان ممكن يسحبهم عادي قوي، واصلا دي مهارات مرعبة. لينج سي قال هو انت نسيت ان انت الخادم بتاعي ولا ايه؟ انا عايز الخادم بتاعي يكون قوي جدا. الواد سأله هو انت اسمك ايه؟ قال له لينج سي. قال له يا سيدي لينج سي، انا من دلوقتي راهن اشارتك وخاتم في صباعك، ما تستقلش بيا، انا معروف شويه بس بحب ابقى متواضع. انا نارلو، انا فارس من عشيره انياب الذئاب. ايه انياب الذئاب؟ قال له السنجاب الفاسد دفع لي مبلغ ضخم عشان انضم ليه، انا ما بدخلش مكان الا لو كان محتاجني. قال له طب غور بقى من وشي دلوقتي ولما عاوزك هبعت لك. كمل لينج سي مهمه البرج وكمل تحطيم الارقام القياسيه في كل دور لحد ما وصل اخيرا للدور 68 اللي هو اخر دور حد وصل له قبله. بيقابل وحوش التنين الحديدي العملاقه واللي عندها نقط دم كبيره جدا، عشان كده كل اللعيبه بيجوا عندها ويقفوا. بيفكر شويه ويقول اعمل ايه مع الوحوش بنت الجنيه دي وكمان بتطير، احيه لو استخدمت التعاويذ هبقى بطيء ومش هعرف اواجه عدد كبير منها. ساعتها الفارس المجيد قال له انه لو استخدم مهاره جلاله الملك التنانين دي هتترعب حرفيا وتقع على الارض زي الدبان. قال له خلاص يبقى انا هدور على اكتر مكان فيه تنانين، ومع حركات اللص الساحر اللي عندي هعمل رقم قياسي محدش يحلم يقرب منه. بيقف على حافة الجرف بس التنانين بعيدة وتأثير جلالة الملك مش هيوصل لهم. بيطلب من الفارس انه يديله دفعة قوية قوي، وباستخدام الخطاف بيمسك في تنين منهم ويركب عليه ويقعد يتنطط من ظهر تنين للتاني لحد ما يبقى في وسطهم بالظبط. وفي أعلى نقطة بيفعل تأثير جلالة الملك اللي بيخليهم مشلولين حرفيا، وبيدي فرصة للينج سي انه يلوش فيهم بتركيبة من تقنيات الفوضى وخلص عليهم واحد ورا التاني وكسر رقم قياسي للبرج ووصل للمستوى 50 وخد مكافأة جامدة عبارة عن تجديد للمهارات. بس النظام طلب منه يختار يجدد مهارات اللص ولا الساحر، فاحتار ما بينهم وقرر يأجل اختياره. باقي اللاعبين مذهولين من اللي عمله، بس قالوا اخره دور ولا 2 كمان، بس اللي شافوه كان فوق الخيال والله. كل دور بيقولوا اخره دور لحد الدور 90، كله ساب اللي في ايديه ووقف يراقب ومستنيه يوصل للاخير. وفعلا لينج سي خلص الدور 99 وطلع للدور الاخير. مهمة الدور 100 هو انه يقتل مقاتل اسطوري من نفس الفئة في ساعة واحدة بس. بيظهر له اللص الاسطوري الغول الشرس. الفارس المجيد قال له انا لو وجهت له الضربة القاضية جنبك مستواي هيتطور. قال له الله عليك يا حبيب والديك، خليك بقى جنبي عشان نشوف هنعمل ايه. بس النظام قال انت تم تقييمك على انك لاعب ثنائي الفئة، فهيظهر لك مقاتل لكل فئة. وبتظهر له الساحرة الأسطورية المرعبة ليريا في المستوى 60. ولأن المصائب لا تأتي فرادى يا عزيزي، فالنظام قال له علشان الساحرة ليريا موجودة احنا هنسحب منك المرافق اللي انت استدعيته. أحيه،
سحبوا منه الفارس المجيد وسابوه قدام الاتنين على الحميد المجيد. ليريا بتخش في الموضوع على طول وبترمي تعويذة إحلال الظلام. لينج سي بيقول لها جرى يا ولية ما تسيبيني حتى أفكر هعمل إيه، مستعجلة على إيه الله يخرب بيتك. وبيكتر حواليه الأشباح بتاعتها وما بتدوش فرصة يتنفس حتى، وبيحاول معاهم بضربات قاطع العنق بس مش قادر يعمل مسافة بينه وبينهم. واللص ياس بيهجم عليه هجوم فتاك، بس هو يا دوب بيستغل الوقت المستقطع ويهرب من هجمته. لكنه قبل ما يتحرك بيلاقي هجمة تانية جاياله، بيلحق نفسه بإخفاء الروح وبيجيب آخره خلاص، وبيقول لو الوضع فضل على كده أنا هبقى ميت ميت. كمان ياس بيهجم عليه بتقنية محطم الرقاب ومش بيلحق يهرب منها، ونص دمه بيطير فيها حرفيا. وبيقول أنا حتى مش عارف أهرب من هجماتهم عشان هم منسقين هجومهم بشكل ممتاز، وأول ما بقف بلاقي الضربة جايالي ومفيش حد يستحمل كده أبدا. الواحد منهم بقيمة مجموعة محاربين لوحده. ميزة الفئة الثنائية المرة دي هي اللي قضت عليا. كمان كمية الأشباح اللي الساحرة استدعتها المفروض أقتلهم واحد واحد. الله صحيح أنا كنت قربت أنسى إن أنا لص في الأساس. أنا لازم أفضل حي دلوقتي. بينسحب قبل ما دمه يخلص بهفوة صغيرة ويقول لهم راجع لكم تاني. لما بيخرج الفارس بيعتذر له إنه ما قدرش يساعده، فقال له دي مش غلطتك، بس إيه رأيك نعيد المحاولة تاني من الأول؟ قال له إيه ده يبقى شرف ليا طبعا. قرر يستغل فرصة تجديد المهارات اللي كان كسبها في فئة اللص، وكسب شوية مهارات اغتيال لوز العنب. بيدخل البرج تاني من الأول لحد ما بيوصل تاني للدور ال100، وبيظهر له الاتنين مرة تانية وبيقول له معلش سهرتكم معايا. بنشوف انه بطلوعه للبرج مرة كمان ووصوله للمستوى 58 والساحرة طلقت عليه أشباحها، فقال لهم أيوة بقى تعالوا لي كده مرة واحدة، وراح ناشر ضباب في الجو ما بقاش متشاف. قال لهم خلوني بقى أوريكم مهاراتي الجديدة، أصل هو اللص مننا غير قاتل وبيستخبى في الضلمة وشوية حاجات فوق بعض. وراح مدبحهم كلهم. وكمان عمل مهارة مذبحة الغضب، واللي فيها كل ما يقتل أعداء كل ما يزيد عنده الغضب ويفضل يكدس فيه، وبيه يقدر يخترق دروع العدو. وبعد ما يكدس 100 حزمة من الغضب يقدر يفعل مهارة المذبحة. ولما اللص ياس بيقرب منه وهو بينسحب، بعد كده ياس بيفعل الإدراك. فلينج سي بيقول حلو قوي، غلط وأنا كنت مستنيه يغلط. وراح موجه له ضربة وعطل المهارة ليه وقال له انت مش أولوية عندي، أنا هدفي الساحرة القرشانة دي. وأول ما كدس الغضب المطلوب استخدم مهارة المذبحة وراح جاري على الساحرة. كمان فعل مهارة كمين الظلام واللي بتسمح له يكشف حركات الخصم ويجره البعد من الظلام ويعزله فيه، وجواه بقى هتتضاعف إحصائيات لينج سي ويقل دفاع الخصم للتلت. ده كرم زيادة قوي والله. قدر يعزلها عن اللص ياس وبيستفرد بيها، ولما جمع عليها مهارتين إضعاف بقت قدامه زي الورقة المبلولة، نفذ فيها ضربات المذبحة بسهولة وخلص عليها. وبموت القرشانة فالحظر اللي على الفارس المجيد اتفك وراحوا سوا على اللص ياس. الناس بره واقفة بتتابع ايه اللي بيحصل ومتشوقين جدا علشان يعرفوا اللي حصل. وفجأة بيظهر لهم إشعار إن اللاعب المجهول نجح في تطهير ال100 دور بالكامل. كمان بنشوف إن الفارس المجيد علشان شارك في قتل اللص ياس هو كمان اترقى للفارس الذهبي المجيد، والحصان الشبحي اترقى للحصان الشبحي المجنح. دي ليلة كبيرة هاوي سعادتك. الفارس قال له انت مش هتعرف تركب الحصان المجنح في المهمات، بس ممكن تسافر بيه في العالم الخارجي. كمان مستوى لينج سي قفل ال60 أخيرا، والمكافأة النهائية اللي عينوا عليها طلعت مهارة لص أسطورية اسمها تمويه المقتحم اللي بيها يقدر يختفي حرفيا، وكمان بتديله هالة رعب، وأي حد مستواه أقل منه لو قرب منه هيحصل له إضعاف. لينج سي قال حلو قوي الكلام ده وقت بقى لم شمل فريق الظل مرة تانية.